غزاوي واش يقول؟ والتطبيع ماشي معقول، والتطبيع ماشي معقول، والتطبيع ماشي معقول، والتطبيع ماشي معقول. إسقاط التطبيع، الشعب يريد 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 إسقاط التطبيع. اهلا كي داير؟ خير صافا بخير بخير هنيئا. لا يصحابوا العداله سهله. ايوا لا لا الله 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 يبارك فيكم، الله يعصر خواتي، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يبارك فيكم. الحمد لله الحمد لله. سلمى كلمة لا خليه هو يختم. انا رابحه ديري لنا شي كلمه هو يختم. بلاتي وكاع اللي بغا يصوروا شي كلمات صافي رشيد واجد سلم ليت على خير. الحمد لله ثم الحمد والحمد لله. اول حاجه انتصار العداله. كنقولوا انه كاين الناس الحمد لله مازال كاين ضمير، مازال كاين ناس كيجيو باش يخرجوا الناس اللي هما مظلومين وداخلين مظلومين ويحقوا الحريه والعداله. وللاسف انه كنت كنتمنى انني نحضر برا التحرير ديال الاسرى الفلسطينيين، وهذا تحرير صغير مقارنه بالتحرير ديال الاسرى الفلسطينيين والانتصار ديال الغزاويين. وغزه غادا تبقى ديما قاهره الحجاج، غتبقى ديما قاهره الحجاج، وحنا الان مشوار مازال قدامنا طويل باش نكونوا واقفين حق الوقوف مع القضيه الفلسطينيه. مشكل القضاء المغربي قال الكلمه ديالو الحمد لله الحمد لله. انا كان املي في الله عز وجل وامل في القضاء مازال كاين، انه كتقول الحمد لله كاين الناس اللي غادي يشوفوا من المنظور بالحق وغيشوفوا انني ماشي داخل على شي حاجه اللي انا درتها وخرجت الحمد لله. وهذا هذا فضل من الله. وكنشكر حتى المحامين اللي وقفوا معايا كاملين والهيئات اللي وقفوا معايا والعائله والصحاب والحباب والناس اللي عاد ولاو كيعرفوني والحركه ديال المقاطعه بي اس اي كنشكرها والحمد لله. يعني الشكر لهم موصول وما كنتش نكون في هذا الموقف بلا بهم. العالم كامل ولا كيعرف اسماعيل الغزاوي. الله اكبر. بغينا هذيك الشده في الكنيه ديالي. اسماعيل ماشي وحده، اسماعيل ماشي وحده، اسماعيل ماشي وحده، اسماعيل ماشي وحده، ومعاه حنايا كاملين، ومعاه حنايا كاملين، ومعاه حنايا كاملين، ومعاه حنايا كاملين. الصمود. ولكن للاسف انه كتلقى انه مازال كاينه محاولات خبيثه. حنا غادي نوقفوا ضد كل هذه المحاولات ديال تهجير الشعب الفلسطيني. فلسطين للفلسطينيين وما حتى واحد اخر. بعض الناس سمحوا الله يقولوا ما كاينش قضاء. بعض الناس انا اللي كيبقى فيا الحال انه دابا وكنحمد الله عليها وكنقول كنتمنى انه يطال كل الناس اللي داخلين مظلومين ويستافدوا حتى هما، ويكون كيف ما قلنا تكون المساطير مقاده وتكون المساطير تطبق مزيان ويخرجوا الناس اللي هما مشلولين
الشعور ديالك كنت كتلقى الناس اللهم انا كنحب زعما الشعور لا يوصف. كنت كنقول غنخرج للقضاء ولكن كتلقى الحمد لله الناس اللي متعاطفين معاك واخا ما كيعرفوش كيعرفوا بعيد، والحمد لله باش كنعرفوا انه قضيه عادله راه كتجمع الاحرار. اذا تنشكروا كلشي اللي حضروا. تحيه للاخ ديالنا السي الله يسلمك بارك الله، الله يبارك فيك، شكرا الله يبارك فيك، الحمد لله. وبالعكس راه بهذا الدعم الحمد لله هذه باش اللهم لك الحمد. كان السبب ديالها هو انه غير على القضيه الفلسطينيه، حبه لفلسطين، تضامنه مع اهل فلسطين. رجل لم يسمح له ضميره ان يرى المغرب، ان يرى الكيان الصهيوني وحلفائه يتعاونون من اجل تدمير شعب، من اجل تقتيل الاطفال، من اجل تقتيل النساء. من اجل هذا تكلم اسماعيل وتكلم معه كل احرار المغرب وتكلم معه كل احرار العالم. هؤلاء كلهم وقفوا صفا واحدا لكي يقولوا لا للاباده الجماعيه للشعب الفلسطيني، لكي يقولوا لا للكيان الصهيوني، لكي يقولوا لا لامريكا. واليوم نسمع تصريحات ترامب التي يعلن فيها أنه سيسيطر على غزة وأنه سيرحل أهل غزة من غزة لخارج غزة. وهيهات هيهات هيهات أن يتم تنقيل وتهجير الشعب الغزاوي. الشعب الغزاوي سيبقى صامد في أرضه، الفلسطينيون سيبقوا صامدون في أرضهم، وكل أحرار العالم سيبقون متضامنين مع غزة ومع الشعب الفلسطيني حتى تتحرر فلسطين، كل فلسطين وكل شبر في فلسطين. وشكرا لوهنيئا الأخ إسماعيل الغزاوي الذي كان اسمه إسماعيل الغزاوي، كان اسمه على مسمى إسماعيل رمز للتضحية، وغزاوي بمعنى كانت غزة تحاكى في المغرب، وهذا لم يكن يشرف المغرب. فتهنيئا له وهنيئا لأسرته، والسلام عليكم ورحمة الله.